النصر عنده أهداف مهمة. أنا أعود لمنصة آسيا، أحسم موضوع أيضا التأهل للنسخة المقبلة في دوري أبطال آسيا بعيدا عن ما يحدث في الدوري المحلي، باعتبار أنه إلى حد كبير النصر يعني حظوظه تعتبر ضعيفة في تحقيق لقب دوري روشن. صحيح، لكن في موضوع صراحة مهم، المسألة يمكن أمس تم تداولها، مسألة الحضور الجماهيري، أو أنا أشوف أنه تطفيش صراحة للجمهور. يعني احنا شاهدنا اللوحة الجمالية التي رسمت من الجماهير السعودية، الهلال والأهلي والنصر، وأنا أعتقد أنه إنجاح هذه البطولة الآسيوية سببها الجمهور السعودي. أمس يعني شفنا استياء من جماهير النصر حينما يعني كل مشجع أراد أن يحجز تذكرة مغلق الموقع أو التذاكر يقول لك نفذت، فلما يعني الحضور بالملعب أقل من المتوقع. حتى يعني بعض الجماهير يقول أنا اضطريت أني أحجز في المنصة لأنه ما في تذاكر، وصدمت يوم جيت الملعب المدرجات فاضية. حتى اليوم في تغريدة المجد الجمعاني يقول ان احنا ما احنا مسؤولين عن التذاكر، مسألة التذاكر مسألة آسيوية. فلا بد يعني صراحة من عمل. دائما نجاح بطولتك انت كاتحاد آسيوي هو الجمهور، هو اللي رسم لوحة فنية. جمهور الهلال والأهلي والنصر هو اللي راح ينجح هذه البطولة. بس اعتقد ان المباراة الجاية راح تنتهي المشكلة هذه. والله نتمنى صراحة، لأنه الآن يعني أي واحد مشجع يدخل يقول لك والله التذاكر نفذت، التذاكر، فلما تجي الملعب تلقى الملعب فاضي. حتى الأهلي ترى 43 مستوى الأهلي، 43 ألف متفرج بجدة. أنا أشوف أنه صراحة مجحف في حق الأهلي يعني دائما يعبي الملعب كامل، يعني الطاقة الاستيعابية كاملة. لا أعتقد أنه جماهير الأهلي هذا عدد، لا، جماهير الأهلي أكثر.